السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. معاكم سارة كمال. صفحتي اسمها وصفات سهلة ولذيذة على الفيسبوك، وصفحتي على اليوتيوب اسمها سارة كمال. يا ريت متابعة ولايك عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد. انا بقدم وصفات طبخ وحلويات، كلها وصفات سهلة ولذيذة وهتعجبكم ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل جيلي بالموز. صلي على الرسول وابدأي معايا. هتجيبي بقى كذا واحدة من الموز وهتقطعيهم، وبعد كده هتجيبي 2 باكت من الجيلي او 1 أو 3 حسب ما انت عايزة. بس هو كل باكت من الجيلي بحط عليه 3/4 كوباية من المية المغلية و 3/4 كوباية من المية السقعانة. اول حاجة بنحط الجيلي بتاعنا وبننزل عليه المية المغلية في الاول، وبنحط على كل باكت جيلي معلقة كبيرة من السكر، وممكن تستغني عن السكر لو مش بتحبي يعني الحاجة تبقى مسكرة قوي. وهتقلبي كويس جدا لحد ما الجيلي يدوب خالص، عشان الجيلي معاكي يبقى تقيل. في ناس كتير بتعمل الجيلي وبعد كده بتلاقيه خفيف. المشكلة ان بتزود كمية المية او مش بتقلب كويس. بعد ما الجيلي يدوب خالص بننزل عليه بقى بكوبايتين من المية، 3/4 كوباية من المية السقعانة على كل باكت من الجيلي. هو بيبقى مكتوب على باكت الجيلي ان احنا بنحط كوباية كاملة، لا احنا بنحط 3/4 بس عشان الجيلي يبقى قوامه متماسك وحلو ومش خفيف. بعد كده بقى بننزل عليه بالموز. بعد ما تكوني برضو قلبت كويس جدا، لازم التقليب المستمر يعني، علشان بيبقى فيه بواقي جيلي متكتل تحت، عشان الجيلي معانا يبقى تقيل مش خفيف. الجيلي من الحلويات السهلة جدا واللذيذة وسريعة كمان، بس ناس كتير لما تيجي تعمله بيلاقوه ما بينجحش معاهم، ان الجيلي بيبقى خفيف مثلا، او في مشكلة ان بيبقى فيه قطع او تكتلات. ما بيبقاش يعني المشكلة سهلة. المشكلة في ايه بقى؟ ان هو بيبقى مقلبوش كويس، ده اللي بيسبب القطع او التكتلات، وكمان ده اللي بيخليه يبقى خفيف. او في مشكلة تانية بتخليه يكون خفيف، ايه هي بقى؟ ان مكتوب على علبة الجيلي ان كل باكت من الجيلي بيحتاج كوباية من المية المغلية وكوباية من المية الساقعة. لا الكلام ده مش صح. هو الباكت من الجيلي بيحتاج 3/4 كوباية بس من المية المغلية، وتحطي عليه وتقلبي كويس جدا، ولما بيدوب بتحطي بقى ايه كوباية من المية الساقعة، وبرده لازم تقلبي كويس جدا. بس هو الجيلي سهل جدا. انا بقى فرغته هنا في كاسات ودخلته التلاجة، بيقعد تقريبا 3 أو 4 ساعات على حسب كمية الجيلي في الكاس. يعني لو كمية كبيرة بيقعد كمية اكبر، لو كمية صغيرة او قليلة بيقعد ساعتين بالكتير وخلاص، وبيبقى معاكي تقيل وزي العسل. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لي لايك ومتابعة عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. كمان هسيب لكم لينك وصفة الجيلي بالكاسترد اللي هي اللي قدامكم ديت، برضو وصفة جميلة جدا ولذيذة جدا. ممكن تعملوها برضو جيلي بالموز وتحطوا تحت طبقة من الكاسترد، او ممكن جيلي بالكاسترد بس، او جيلي بالمهلبية، حسب ما انت بتحبي. هسيب لك لينك الوصفة دي كمان في الكومنتات وفي صندوق الوصف. شكرا لكم ولدعمكم. باي باي.